دكتور زكريا جواد، اختصاص في الانعاش والتخدير ونائب رئيس مجموعه اكديتار. اليوم كيف شفتوا فتم تدشين هذه مصحه بحضور والي صاحب الجلاله على جهه قلميل ودنون. هذه المصحه اللي كتنتمي لشبكه مستشفيات اكديتار، منشاه جديده متعدده الاختصاصات، فيها اقطاب كثيره، ولكن انا غنأكد على قطبين مهمين اللي كيف قلت ما كانوش موجودين في الجهه. هذه المصحه فهي كتكمل الخدمات الموجوده في المدينه، وهذا القطبين هو القطب الاول وهو قسطره القلب، وهي كتهم المرضى اللي كيتصابوا بواحد الجلطه قلبيه وكتطلب تدخل سريع قل من 6 سوايع باش ديك الشرايين المسدوده كيحلوها ما يبقاش مسدوده، وهذا مهم جدا في هذه الجهه. القطب الثاني وهو مركز علاج الاورام، وهو كيتكون من مركزين: العلاج الاشعاعي اللي كيحتوي المركز اكثر من 11 كرسي او فوتوي للعلاج الكيميائي، وكذلك العلاج الاشعاعي واللي فيه او هذا المركز كيحتوي على ملجئين من الجيل الجديد. وكذلك في هذه المصحه كنجد مركز للانعاش للكبار، فيها اكثر من 10 وحدات من مطابقه للمعايير الدوليه، ويمكن لها تستقبل اي نوع من الطوارئ. كذلك مركز العنايه الخاصه اللي فيه اكثر من 20 سرير، مركز او قسم للولاده، قسم الانعاش للاطفال اللي كيتزادوا كيكون عندهم مشكل من بعد الاطفال حديث الولاده اللي كيكون عندهم مشكل صحي من بعد الولاده. كاين فيه الحضانات، وهذا مهم في هذه الجهه اللي ما كانش من قبل. وكذلك قسم كاين او قاعات العمليات اكثر من 8 قاعات. يوجد كذلك مركز للفحص بالاشعه اللي فيه سكانير، فيه ميزان، فيه سكافي والات اخرى تعمل بالاشعه. مركز الطوارئ، وكذلك مركز او قسم التحاليل مهمه جدا، حيث هذه الاقسام فهي كتعمل يوميا على مدار الساعه وطيله الايام في الاسبوع. فهذه الاقسام اللي كتعمل يوميا، قسم الاشعه، قسم التحاليل، قسم الطوارئ، فهنا كتسهل بهذه الالات وهذه الاقسام كتسهل علينا التشخيص بسرعه، تشخيص المرض والتكفل به كذلك بسرعه.